بيبتدي فيلمنا مع الضابط توم واللي بيكون عايش وحيد بعد وفاة زوجته، وبيجهز نفسه علشان هيخرج، وبياخد عربيته وبيروح يقابل ناس معينة واللي كانوا عبارة عن 2 من العصابة الكورية عشان يبيع لهم أسلحة. ولما بيوريهم السلاح بيتضايقوا لأنه مش من النوع اللي اتفقوا عليه، فبيقول لهم توم إن السلاح ده خطير ومن أيام الحرب الكورية ويمكن كمان اتقتل بيه أجدادكم. فبيتعصبوا أكتر وبيقولوا له إنهم اتفقوا معاه على أنواع معينة، لكن توم بيقول لهم مفيش غيره، وبيفضل يستفزهم لغاية ما الاتنين بيفضلوا يضربوا فيه. بعدها بياخدوا منه مفتاح عربيته وبياخدوها باللي فيها وبيمشوا بسرعة. بعدها بدقايق بيقوم وبيكلم اسم الشرطة وبنشوف وراه إعلان عن 2 مخطوفين، وبيروح توم لمكان العصابة وبيلاقي عربيته واللي اتضح إنه مركب فيها GPS، وبياخد مسدسه وواكل الرصاص، وبالتالي كان قاصد يستفزهم عشان يضربوه ويسرقوا العربية فيعرف المكان اللي بيستخبوا فيه. بعدها بيقتحم المكان بقوة وبيخلص على الأول وبيضرب التاني بكل عنف، وفجأة بيظهر واحد وبيضرب توم لكن بتيجي في واكل الرصاص، فبيروح وراه توم وبيخلص عليه وبيتبادل مع آخر واحد إطلاق النار لغاية ما مسدسه بيفضى، وبيضربه توم وبيخليه يحصل زمايله. بعدها بيحط مسدس في إيد واحد من المقتولين وبيضرب بيه رصاصتين ناحية الباب، وبياخد مسدس تاني وبيرميه جنب واحد منهم، وبكده في التحقيق يكون هما اللي ضربوا عليه نار وهو دافع عن نفسه. وبيروح توم ناحية أوضة مقفولة وبيدخلها، فبيلاقي البنتين المخطوفين وهما محبوسين. وبعد شوية بيوصل النقيب جاك واندر رئيس الشرطة وبيطمن الصحافة. وعلى الناحية التانية بنشوف سانتوس وكليدي واللي بيكونوا زمايل توم في الوحدة الخاصة بمكافحة العصابات، وما كانوش مصدقين انه خلص العملية لوحده ولقى المخطوفين اللي المدينة كلها بتدور عليهم. وبيدخل عليهم واندر وبيأمرهم انهم يجهزوا التقرير ويكون كويس علشان يبعتوه للنيابة. وواندر كان مبسوط من توم جدا واللي بيعتبره ايده اليمين لانه قدر ينفذ العملية زي ما اتفقوا مع بعض ويلاقوا المخطوفين. ولما توم كان مستني بره بيروح له الضابط واشنطن زميل توم القديم واللي كان مستغرب انه ما اتبقاش ولا شاهد من المجرمين، فبيقول له توم انهم سفاحين ويستاهلوا اللي حصل فيهم. فبيعرفوا واشنطن انهم مهما كانوا سيئين فيستحقوا يتقدموا للمحاكمة، وكان عنده دايما شكوك في طريقة عمل توم والوحدة اللي شغال فيها. وقبل ما يشدوا مع بعض بيتدخل الرئيس واندر وبيأمرهم انهم يبعدوا عن بعض، وبيطلب من توم ما يقربش منه تاني. ولما راح المستشفى شخص جنبه بدأ يتكلم معاه وبيقول له انه شافه في التلفزيون لما لقى البنتين المخطوفين، وبدأ يسأله اذا كان هم اللي ضربوا عليه نار الاول. فبيستغرب توم وبيقول له ما يقلقش وان ده شغله. وفجأة بيجي ضابط وبيتكلم مع الشخص ده وبيتضح انه يبقى النقيب جيمس باجز وبيكون من الشؤون الداخلية، وبيدي توم الكارت بتاعه، والجهة دي بتبقى مسؤولة عن التحقيق في مخالفات الضباط. وبتيجي بعدها الطبيبة جريس عشان تعالجه واللي بتبقى في نفس الوقت صديقة توم. وتاني يوم بيحضر توم حفلة عاملها واندر لضباط الشرطة واللي كان مبسوط منه جدا لان القائد العام قرر يراقب واندر بسبب نجاح وحدته في انقاذ المخطوفين، وطبعا ده بسبب توم. وهنا بيديله توم الكارت بتاع بيجز وبيسأله عنه، فبيقول له واندر انه بينه وبين بيجز تاريخ قديم وانهم مش بيطيقوا بعض. فبيستغرب توم انه كلمه هو بالذات، فسانتوس زميله بيعرفوا انه بسبب واشنطن واللي كان قاعد الناحية التانية. وواندر بيقول لتوم ان واشنطن قابل بيجز اكتر من مرة الفترة اللي فاتت وانه شاكك في شغل الوحدة. فبيتعصب توم وكان عايز يتخانق معاه لكنهم بيوقفوه وبيحذروا واندر من انه يقرب منه او يدخل معاه في مشاكل. وتاني يوم توم بيراقب واشنطن وهو في عربيته وبيروح وراه عشان يحذره من اللي بيعمله. وبيقف واشنطن في سوبر ماركت ولسه توم هيروح وراه، فبيلاقي 2 مغميين وشهم وداخلين السوبر ماركت. فبيدخل توم بسرعة من الباب الخلفي علشان يحذر واشنطن، لكن واشنطن بيضربه لانه كان فاكر انه جاي يأذيه. وفجأة المسلحين بدأوا يضربوا نار في كل حتة، فبيستخبوا الاتنين عشان يتصدوا ليهم، وفضلوا المسلحين يضربوا نار. فتوم بدأ يضرب ناحيتهم من مسدسه لكن الرصاصة جت بالغلط في كتف واشنطن. بعدها المسلحين قربوا منه في الوقت اللي مسدس توم فضي وبدأوا يضربوا على واشنطن بكل عنف ووقع على الأرض. وتوم ما كانش عارف يتدخل وبينسحب المسلحين من الماركت وكأنهم جايين بس عشان يخلصوا على واشنطن. وتوم ما قدرش يلحق صديقه القديم وبيموت. وبيوصل على طول الرئيس واندر واللي كان في قمة الغضب وبيدخل مع رجالته وبيروح لغرفة المراقبة وبيشوف في الفيديو اللي حصل لما واشنطن كان بيتخانق مع توم، وكمان لما المسلحين دخلوا وقتلوا واشنطن. وكليدي بيعرف واندر ان مفيش حد غيرهم شاف الفيديو، وبيقول لهم توم ان كان بيحاول ينقذ واشنطن، لكن واندر بيقول له ان مش ده اللي باين قدامه، وان الفيديو ده لو وصل للنائب العام مش بس هيطرد من الشرطة ولكن هيدخل السجن. وبيهدى واندر وبيقول له انه هيكتب في التقرير ان البايع نسي يحط اسطوانة التسجيل في الجهاز النهارده، وبانه اول واحد يستجيب لاطلاق النار ويوصل المكان علشان ينقذ واشنطن. وبعدها فعلا بياخد توم الاسطوانة اللي عليها تسجيلات الكاميرا علشان محدش يشوفها. وبالليل بيقابل توم صديقته جريس وحكى لها كل اللي حصل وانه غضبان لانه ما قدرش ينقذ صديقه القديم، فبتعرفه انه عمل كل اللي عليه. فبيقول لها بسخرية انه كان مستخبي وصديقه بيموت وانه ما كانش في ايده يعمل حاجة. وبتستغرب جريس ان الحقيقة اتغيرت زي ما واندر عايز، فبيعرفها توم ان في الشرطة مش مهم ايه اللي حصل ولكن المهم ايه اللي هيتكتب في التقرير. وتاني يوم واندر بيطمن توم ان التقرير اتعمل زي ما اتفقوا وفي انتظار التحقيقات، وبيكلفه باختصاص تاني الايام اللي جايه عشان يبعدوا عن العين شويه واللي بيكون عباره عن تلقي
شكاوي المواطنين ضد ضباط الشرطه وفحصها، وفعلا توم بينفذ كلامه. وهنا بيظهر النقيب بيجز وبيقول لتوم انه عارف انه اول واحد وصل لمكان الجريمه، وبيساله عن عدد المسلحين اللي كانوا هناك. فبيقول له توم كانوا 2 زي ما مكتوب في التقرير. فبيعرفوا بيجز ان الطبيب الشرعي استخرج 3 اعيره ناريه مختلفه من جثه واشنطن، وده معناه ان اللي ضربوا عليه 3 اشخاص مش 2. لكن توم ما بيردش لان العيار الثالث كان من مسدس توم بالغلط. فبيقول له بيجز ان في كل مره بيعمل مشكله ووندر بيجي وينقذه، وانه قريب جدا هيفضح كل زمايله وعلى راسهم وندر نفسه. بعدها على طول وندر بيروح لمكتب بيجز وبيعرفوا انه لو عنده مشكله مع توم يبقى لازم يجي له هو الاول ومش هيسمح له يضايقه تاني. وبيجز بيقول له انه ما يعرفش ان توم هيروح لك زي الطفل الصغير ويشتكي لك. فبيعرفوا وندر ان لو عنده اي اتهام لتوم او ليه هو شخصيا يروح للقائد العام، بس طبعا عارف انه هيطرده بكل سهوله. فبيعرفوا بيجز انه فاهم اساليبه كويس وانه شغله قايم على الابتزاز وتبادل المصالح، وبيحذروا ان الوضع ده مش هيستمر للابد. وتاني يوم كانت جنازه واشنطن بحضور كل ضباط اسم الشرطه وعليهم علامات الحزن الشديد. وبيروح توم عشان يعزي ليندا ارمله واشنطن، لكنها كانت متضايقه منه لانها كانت شاكه فيه. وبيروح توم يقابل المحقق ديسكنت واللي بيتولى التحقيق في قضيه واشنطن، وبيساله عن اللي وصل له لغايه دلوقتي في التحقيق. لكن ديسكنت ما بيريحوش وما بيقولوش حاجه مهمه لانه شاهد في القضيه. وبيروح توم لقسم التشريح وبيكون الطبيب يعرفه لانه هو اللي قام بتشريح جثه زوجة توم لما اتقتلت. وهنا بنعرف ليه توم بيبقى عدواني جدا مع العصابات، وفي كل مهماته بيخلص عليهم من غير اي رحمه ومن غير ما يتبقى حد يشهد او يتحقق معاه. وبيكلموا الطبيب عن المقذوفات وانه في 3 اعيره مختلفه منها رصاصه في كتفه. وهنا بيدخل ديسكنت عشان يستلم ادله المقذوفات قبل ما يشوفها توم. فبيروح وراه توم وبيقول له ان في 3 انواع من المقذوفات، يعني ضربوا عليه 3 اشخاص مختلفين. فبيطمنه ديسكنت وبيقول له ان المسلحين محدش هيسمع عنهم حاجه وبالتالي اسمه مش هيدخل في المشتبه فيهم. لكن توم بيتعصب لان القتله كده هيفلتوا من العقاب. فبيعرفوا ديسكنت ان وندر امره يطلعوا من القضيه، ولو المسلحين تم اتهامهم يبقى كده رجل توم هتيجي في القضيه لانه صاحب الرصاصه في كتف واشنطن. وبيجي اتصال لديسكنت وبيعرف انهم وصلوا لاسماء المسلحين عن طريق انهم لقوا حمض نووي على علبه سجاير ومنديل خارج السوبر ماركت. وبيروح توم لزمايله علشان يسالهم عن المسلحين واللي اسمهم فيرمونت وكوتس لانهم متسجلين في السيستم. فبيعرفوه انهم تجار مخدرات واتقبض عليهم قبل كده بتهمه الخطف والاعتداء. ولما بيسالهم توم ليه ما اتحبسوش فبيعرفوه ان شرطي زميلهم بلغ المدعي العام اننا عذبناهم وانتهكنا حقوقهم فخرجهم من السجن، والشرطي ده هيبقى واشنطن. وبالليل بيروح توم لبيت وندر وبيطلب منه الاذن بانه يقتل المسلحين اللي قتلوا واشنطن زي ما عمل مع الكوريين ويدفنهم بطريقته ومحدش اصلا هيهتم بموتهم. لكن وندر بيتصدم وبيقول له انه اكيد سكران من الفودكا اللي بيشربها من وقت وفاه زوجته، وان موضوع الكوريين مختلف لانهم كانوا متلبسين. بس توم بيصمم على رايه فبيرفض وندر وبيعرفوا ان كده بيقدم هديه لبيجز لانه مش غبي وسهل يثبت التهمه عليه. بعدها بيوم بيتقابل توم مع ديسكنت واللي بيعرفوا انه اكتشف بان واشنطن كان ضابط فاسد، وطبعا توم ما كانش مصدق. فبيعرفوا ديسكنت انهم لقوا مع واشنطن يوم الحادث مبلغ 50,000 دولار، وبيوري له كمان عينه من المخدر اللي لقوه في عربيته واتضح ان 1.5 كيلو من الهيروين. فبيقول له توم ان بكده المسلحين كانوا عاملين معاه صفقه لان واشنطن يعرفوهم وخرجوهم من قضيه قبل كده. وبيطلب من ديسكنت ان الموضوع يفضل بينهم لفتره بس. وفي الليل بيروح توم وديسكنت لاخر عنوان متسجل لفيرمونت اللي بيكون واحد من القتله، لكن توم بيعرف من هناك انه ساب المكان من فتره وبيلاقي مجموعه قاعده مع بعض الناحيه الثانيه. فبيقول لديسكنت انه هيخوفهم واللي هيهرب منهم هو اللي يعرف حاجه عن فيرمونت. ولسه بيقرب من المجموعه واحد منهم بيهرب فبيروح وراه ديسكنت على طول وبياخد توم العربيه عشان يقابله من الجهه الثانيه. وبيفضل ديسكنت يجري وراه وتوم بيراقبهم لغايه ما بيطلع الشخص فوق بيت. فبيقف توم بسرعه وبيرميه بالكرسي فبيتزحلق وبيرشق في السلك الشائك وبيبدا ينزف. وبيساله توم عن فيرمونت وكوتس لكنه بينكر. ولما بيضغط عليه توم بيدله على واحد اسمه جيرل وبيقول له انه يعرف كل العصابات اللي في المدينه. وبيروح بعدها الجيرل وبيقتحموا شقته بقوه وبيثبتوا توم بالكلبشات وبيدور في شقته على اي حاجه تدينه. فبيلاقي علبه مستردة وفيها حبوب مخدره وبدا يهدده وبيضربه عشان يتعاون معاه والا هيدخله السجن بتهمه تجاره المخدرات. وفي الاخر جيرل بيقول له ان فيرمونت وكوتس سابوا المدينه من فتره وما يعرفش مكانهم، والوحيد اللي يعرفهم موجود في السجن وعنده نفوس كبيره ومرضيش يقول اسمه عشان ما يتقتلش. فبيقول له توم انه هياخده للسجن وقدامه يوم واحد بس يتكلم معاه ويعرف مكانهم والا هيخليه يتسجن بقيه حياته. وفي الاخر جيرل بيوافق وفعلا بياخده توم للسجن. وبيروح بعدها توم عشان يقابل ليندا ارمله واشنطن وبيسالها اذا كان ال50,000 دولار اللي لقوها تخص شغل معين لواشنطن مع حد. فابتسمت ليندا وبتعرفه انه دايما واشنطن كان بيقول لها ان توم هو الاسوأ لانه بيختار دايما يعمي عينيه عن الحقيقه. وبتقول له ان الفلوس دي كانت جزء من فلوس بيع البيت بتاعهم لان من وقت تواصله مع الشؤون الداخليه وهو عارف ان فيه ناس بتترصد له وكان مخطط يسافر بره امريكا ويبدا من جديد. ولما توم بيكون في المكتب بيجي له كليدي وبيدي له ظرف اللي فيه المقذوف بتاع مسدس توم اللي استخرجوه من جثه واشنطن وبيقول له ما تقلقش الموضوع انتهى. وهنا بيستغرب توم من اللي
اللي حصل وبيستغرب اكتر من توقيته، وبيجي له وقتها اتصال من جيرل من داخل السجن وبيقول له معلومات عن شخص اسمه سكريبل وان هو اللي يعرف مكان فيرمونت وكوتس، وفعلا بيلاقي الشخص ده على السيستم وبيروح توم وديسكنت بسرعه علشان يلحقوه لانه كان بيسوق عربيته على الطريق، ولما بيوقفوه بيسالوا توم عن مكان فيرمونت وكوتس لكنه طبعا بينكر، فبيهددوا توم انه ممكن يلفق له تهمه ويسجنه، فبيقول له انهم اشخاص خطيره وانه كمان ما اتقابلش معاهم من فتره، فبيعرفوا توم انه مش هيخليه يشهد عليهم قصاد المحكمه ولكن الموضوع هيفضل بينهم، فبيدلهم سكريبل على اخر مكان قابلهم فيه، وهناك بيتقدم توم وديسكنت وبيدخلوا المكان بحذر، فبيلاقوا دم على الحيطان والمكان كله فوضى، فبيمشوا مع اثر الدم اللي على الارض لغايه ما بيخرجوا بره، فبيلاحظ توم طرف كيس مدفون، ولما بيفتحوا بيلاقي جثه، ولما بيحفروا اكتر بيكتشفوا جثتين، والمفاجاه انهم طلعوا فيرمونت وكوتس لما طبقوهم مع الصور اللي في السيستم، وديسكنت بيقول لتوم انهم اكيد مش القتله، فبيعرفوا توم ان اللي قتلوا واشنطن هم اللي قتلوا الاتنين دول وخدوا الحمض النووي بتاعهم وزرعوه في مكان الجريمه، وبيروح توم لسكريبل وبيوري له صور فيرمونت وكوتس وبيساله اذا كان يعرفهم، لكن بيقول له سكريبل انه ما شافهمش قبل كده، وبيستنتج توم ان سكريبل اتعامل مع المجرمين الحقيقيين على انهم فيرمونت وكوتس، فبيطلب منه توم انهم لو اتواصلوا معاه يقول لهم في حد عايزهم في شغل مهم، وبيديله كارت ديسكنت. بعدها بيومين بيجي لتوم اتصال من ديسكنت وبيبلغوا ان سكريبل كلموا علشان فيرمونت وكوتس عايزين يقابلوهم، وبيروح توم لبيت ليندا وبيديها الاسطوانه اللي فيها فيديو مقتل واشنطن، وبيقول لها ان فيه الحقيقه وانه عمره ما فكر انه يقتل صديقه، ولما بتساله ليه بيعمل كده فبيعرفها انه هو كمان فقد زوجته وحاسس بالالم اللي جواها، وبيوعدها ان اللي عمل كده في جوزها هيدفع الثمن، وبيروحوا هما الاثنين لمركز الشرطه علشان يجهزوا نفسهم بالاسلحه، وبيعرفوا توم انهم داخلين في خطر ولو هو مش عايز يروح معاه مفيش مشكله، لكن ديسكنت بيصمم انه ما يسيبهوش لوحده، وفعلا بيروحوا للمكان وبيستقبلهم هناك سكريبل عشان يقدمهم لفيرمونت وكوتس، واول ما بيدخلوا للمكان فيرمونت بيكون حذر جدا لانه اول مره يتعامل معاهم. بعدها توم بيوري الكوتس عينه من المخدرات بتاعته وبيقول له انه عنده كميات كبيره وانه يقدر يسهل لهم توزيعها، وكمان يعرفهم وقت وجود الشرطه، فبيعرفوا كوتس انهم كمان عندهم كميات كبيره وبيسالوا عن الضمانات عشان يرضى يشتغل معاهم، وهنا فيرمونت افتكروا وبيقول لكوتس ان الراجل ده كان موجود وقت لما قتلنا واشنطن، فكوتس بيقول له عشان كده جيت النهارده تنتقم لزميلك، وديسكنت لسه هيطلع مسدسه عشان ينقذ توم، كوتس بسرعه بيضربه بالنار وبيجري توم ورا الكنبه وبيفضل فيرمونت يضرب عليهم نار، وبيتصاب سكريبل وديسكنت كانت حالته سيئه جدا، وبيفضل كوتس يزعق في سكريبل عشان ياخد المسدس ويقتل توم لكنه بيقول له انه مش هيقدر، فبيبدا فيرمونت يضرب نار عليهم بعنف وبيتقتل سكريبل وبيتصاب توم في كتفه، وبيحاولوا يخرجوا من المكان لكن توم بيقوم وبيبدا يضرب نار على مصادر الاضاءه، ولسه فيرمونت بيبدل البندقيه بالمسدس، توم بيشغل الكشاف وبيقتله، ولسه كوتس هيضربه بيستخبى توم ورا الثلاجه وبيفضل كوتس يصوب ناحيته، فبيزق الثلاجه ناحيه كوتس لغايه ما حشره في الحيطه وضربه بالنار وخلص عليه، وبيروح بسرعه لديسكنت اللي كان في اخر لحظاته وبيموت بين ايديه زي زميله واشنطن، وبيروح بعدها توم لجريس صديقته اللي كانت قلقانه عليه جدا وبتحاول تعالج الاصابه اللي في كتفه، وبيسالها توم هي ليه بتبكي، فبتفتح التلفزيون وبيلاقي خبر ان الشرطه بتدور عليه لانه اتسبب في مقتل 2 من الشرطه اللي بيشتغلوا في الخفاء، وتوم ما بيبقاش مصدق ان الشخصين اللي انتحلوا اسم فيرمونت وكوتس يبقوا تبع الشرطه، واستغرب اكتر ان لسه خارج من هناك والخبر انتشر بالسرعه دي، وبيطلب من جريس انها تبعد عنه الفتره دي، وفجاه بتقتحم الشرطه المكان، والغريب ان سانتوس هو اللي كان بيقبض عليه بنفسه ومعاه زميل ليه اسمه دانتي، وبياخدوه معاهم في العربيه، لكن بيستغرب توم انهم مش رايحين لمركز الشرطه، فبيسالوا سانتوس ليه سلم اسطوانه الفيديو لليندا، وبيعرفوا ان كده حكم عليها بالاعدام، وبيقول له دانتي انهم بيراقبوه من فتره طويله، وبيستغرب توم اكتر، فبيعرفوه انهم هم اللي قتلوا فيرمونت وكوتس، وقبلها خدوا عينه من الحمض النووي بتاعهم وزرعوه في مسرح الجريمه، فبيسالهم توم اذا كان كليدي هو اللي بيخطط لهم لانهم مش بالذكاء ده، فبيبتسم سانتوس بسخريه، وهنا بيكتشف توم ان اللي ورا كل ده يبقى وندر، وان واشنطن ما كانش بيبلغ عنه للنقيب بيجز ولكن كان بيبلغ عن وندر نفسه، وهنا بيطلع توم جزء من سلسله حديد من جيبه في الوقت اللي بيقولوا له انهم قبل ما يقتلوه هياخدوا منه عينه من حمضه النووي ويزرعوها جنب ليندا بعد ما يقتلوها عشان يبان ان هو اللي قتلها، وبينجح توم يفك الكلبشات وبيغرزها في بق دانتي اللي سايق العربيه، وبيحاول سانتوس يوازي العربيه على الطريق لغايه ما بتخبط في عربيه تانية، وسانتوس بيضرب توم بقوه عشان يصحى يلاقي نفسه مربوط، ودانتي بياخد منه عينه من الحمض النووي، وبيحاول توم يزحف وهو مربوط، وكانوا في نفس المكان اللي اتقتل فيه فيرمونت وكوتس، وبيخرج سانتوس وبيبداوا يضربوا نار على الارض وهو بيزحف عشان يسخروا منه لغايه ما توم حط نفسه في الحفره اللي عاملينها، وبيطلب سانتوس من دانتي يخلص عليه، فدانتي بيروح له وبيقول لتوم ان دي هتبقى النهايه، فبيقول له سانتوس خلص عشان نمشي، ولسه دانتي بيلف له بياخد توم الجرافه وبيرشقها في راس دانتي، وبياخد مسدسه وبيضرب سانتوس بالنار وبيخلص عليه، وفي الوقت ده كليدي كان في بيت ليندا علشان يجبرها تديله الاسطوانه، وتوم كان في طريقه ليها وبتقول له ليندا فعلا على مكان الاسطوانه، وهنا بيظهر توم بره البيت وبيفضل كليدي يقول لها انها تتقتل زي جوزها الجبان، لكن بيهجم عليه
توم بقوه وبيكسر دراعه وبيكلبشه وبيقول لليندا تسيب المدينه حالا، وبياخده توم وبيحطه في شنطه العربيه وبيروح بعدها لبيت وندر اللي بيتفاجئ بوجوده، وبيعرفوا توم انه اضطر يقتل سانتوس ودانتي لانه اتضح انهم قتلوا واشنطن وكان عايزين يقتلوه. فبيقول له وندر انه كان شاكك فيهم من الاول، وبيطلب منه توم انه يخلي كليدي يجي علشان يشوفوا حل. فبيطمنه وندر وبيبعت رساله لكليدي، وهنا توم بيطلع الموبايل اللي اخده من كليدي وبيلاقي وندر كاتب له ان توم هنا ويجي بسرعه عشان يقتله. فبيوري له توم موبايل كليدي، وهنا وندر اتاكد انه اتكشف، وبيقول له توم انهم ممكن يتخطوا المشكله دي. فبيعرفوا ان كل شيء انتهى، ولسه بيطلع توم مسدسه بيهجم عليه وندر وبيشتبكوا مع بعض بكل قوه، وبيوقعوا وندر على الارض وبيفضل يضربه. فبيكسر توم صوابعه وبيضربه، بعدها بيكلبشه في السلم الحديد وبيصوب توم المسدس ناحيته عشان يقتله، لكن بيطلب منه وندر انه يستنى وبيشاور على الحيطه وبيقول له انه يكسرها علشان فيها السر كله. وفعلا توم بيبدا يكسر الحيطه واللي بيظهر جواها مئات الملايين من الدولارات، وبيعرفوا وندر ان ده يبقى سر قوته لانه عارف كل محامي وقاضي بياخد رشوه، وعارف كل اسرار الضباط والمسؤولين، وبيعرفوا ان ده العالم اللي عايشين فيه ولازما هو كمان يستغل الوضع. فبيقول له توم ان واجب الشرطه القبض على الاشخاص السيئين، فوندر بيقول له اننا كلنا سيئين. بعدها بيصوب توم المسدس ناحيته وبيعرفوا انه كان صديقه المفضل وبيضربه بالنار وبيقتله. بعدها بنشوف توم في بيته وبيدخل عليه بيجز واللي بيقول له انه جاله بعد ما اتصل بيها عشان يسلم نفسه، وبيتفاجئ توم لما بيجز بيعرفوا انه مش هيقبض عليه وانه هيخلي الوضع كانه رجاله وندر طمعوا فيه وقتلوه عشان الفلوس، وبيرجع له كمان الشاره بتاعته. وبيعرفوا بيجز انه شغال مع ناس عندها نفوذ قوي وهم اللي استعانوا بيه لما بداوا يخافوا من نفوذ وندر، وبكده هيرجع توم للشغل تاني ولكن المره دي تحت سلطه بيجز. واخيرا بيكون كلام وندر صحيح وهو انهم كلهم سيئين.